العربيه. الموضوع ابسط بكتير من ان انت تقعد في العربيه. ابسط من انها تقول لها اصل الدكتور محمد مش جاي. يا ابني انا اتعلمت ان انا اكون اشجع منك. ماشي؟ اكتم بس البتاع ده. انا مش جايه اتمحلس فيك ولا الليله دي كلها. انا جايه بس اعمل حاجتي. لان ساره متعوده يا محمد ان هي تكون ارجل منك. الحاجه الاولى ان هي تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في وشك، والحاجه الثانيه يا محمد انا مش عاوزه اعرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال صح. مفيش راجل في عيلتكم، مفيش بابا، مفيش ماما لما خطيبك غلط فيكي وقهرك وبهدلك وذلك، ما هو ده معناها ما رحتيش حكيت لحد من دول علشان يجيب لك حقك. ده اول حاجه، لان الحقوق بتتاخد راجل لراجل. مفيش واحده بتتعدى اهلها سواء باباها سواء اخوها سواء عمامها وتروح تعمل كده الا اذا كانت شايفه ان مفيش في عيلتها رجاله. معلش محدش يزعل مني، تمام؟ ده حاجه. تاني حاجه، تصرف خطا غلط جدا ما ينفعش اصلا يتعمل. مفيش واحده محترمه مؤدبه عندها اخلاق عندها قيم تعمل حاجه زي كده. تالت حاجه، لما نبص للقصه دي معلش يعني نعرف مين اللي غلطان. اصل في هيطلع يقول لك ايه اكيد بهدلها. لا، مش اكيد بهدلها، ده اكيد خطبها وشافها مش مناسبه له ومش هتقدر تكمل معاه حياته بالطريقه اللي هو عايزها، مش هتنفع تبقى ام كويسه لاولاده فسابها وراح خطب غيرها. لان الخطوبه فتره تعارف، فهو لقاها مش مناسبه. الدليل على كده ايه؟ هل يا ترى اختياره صح؟ اللي عمله كده صح اللي هو سابها وراح لغيرها؟ اختياره صح. ايه الدليل؟ الدليل اللي هي عملته. لان لو ما عملتش كده كان ممكن نقول لا ده كانت طيبه ومحترمه بنت حلال، هو غلط فيها، ده هو مش هيلاقي ضفرها، صح ولا لا؟ لكن كده ده الحمد لله يا ابني ان انت فلتت منها. الحمد لله، كنت هتقضي حياتك كلها في هم، كنت هتتبهدل. ده ربنا كده كاتب لك الخير رغم اللي حصل. لان هو مهما كان ومش متوقع طبعا اللي ممكن واحده تعمل كده تروح تضرب راجل بالقلم عشان كان خطيبها وسابها. دي كارثه دي، ده ما حصلتش، هو فوجئ لا الموقف ده حصل. طبعا هو ضربها بعد كده وبهدلها، لان لو ما كانش ضربها وبهدلها كان زمان الفيديو لسه بتكمل تصوير وكلام من ده. لكن هي اتبهدلت واتهانت في قلب العياده، علشان كده عملت قط للفيديو ونزلت الحاجه اللي تهينه هو بس كده هتروح في داهيه يعني. كده هنت نفسها، طلعت نفسها وحشه جدا، طلعت نفسها اخلاقها وسلوكها وحشه جدا، طلعت ان ملهاش راجل كبير